على فكرة رجالة كتير بيحصل لهم كده في ليلة الدخلة. ده في العالم كله بيقول لك 30% بيحصل لهم كده. و70% ما بيحصل لهمش. وال30% مش شوية يعني. وتقولي بس انها اهم مميزاتك. والله فعلا ده اهم ميزة فيا، والايام هتثبت لك والسرير ده هيثبت لك وهتشوفي. خلينا في المهم دلوقتي. انا خايفه الموضوع ده ياثر على نفسيتك وياثر على تركيزك في المشروع. هنعمل ايه؟ انت بتتكلمي كده كأن الموضوع ده هيطول. لا انا مش هسكت، انا هقلب الدنيا. طارق، ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه رايك؟ جبتيه منين؟ فصلت. ليه؟ يعني حسيت انه هيبقى حلو عليا. هو فعلا حلو قوي. انا قلت استفيد بكرهك ليهم واحوله لطاقه منتجه. طاقة منتجة؟ طب تعالى لي بقى. ايه؟ بقى انت بقى اللي مغلبني ومخوفني ومقصر رقبتي. انا قدامك اهو، اعمل فيا اللي انت عاوزه. تعالى معايا. على فين؟ هقدرك. ماشي قدامي، لف واديني ظهرك، تقدم للامام، تقصع شويه اكتر. انا عايزك تتقصع اكتر، انا عايزك تتمسك اداب وانت بتتقصع. تعالى لي يا مايس. اديني جيت اهو، عايز ايه تاني؟ حاسب السلاح يطول. تقريبا ده اللي هيحصل يا سافل، يا وقح، يا عسل. بيان رقم 1: نجحت قواتنا في اختراق دفاعات العدو واقتحام جميع النقط الحصينة. طول عمري كنت بحلم بعد ما اخش دنيا ب5 دقايق حبيبته ترقص لي. ارقص لك بس مش زي ما كانوا بيرقصوا في ايام عصر الحريم. انا هرقص لك كسلمى البنت المثقفه اللي بغض النظر، بس ترقصي كده. كده اتكسف. انا مش هتكسف. طب ايه رايك في لبس الفرقه 14 المحموله جوا؟ ما ينفعش فرقه غواصات. ما تبقاش طماع. بقول لك ايه، بيان رقم 2: